النهاردة هنسافر مع بعض لشرق آسيا وتحديدا لباكستان. يوم 2 إبريل سنة 2011 ماتت بنت شابة عمرها 24 سنة اسمها سيرا بيرفين، وكانت عايشة في قرية تابعة لمقاطعة البنجاب الباكستانية. سيرا كان عندها سرطان في الحلق وللأسف ماتت بسببه، وأسرتها عملت ليها جنازة كبيرة ودفنتها في مقبرة القرية. لما تاني يوم راحوا يزوروها الأسرة شافت حاجة غريبة، شافوا التربة بتاعة الأرض اللي مدفون فيها بنتهم مش متساوية ومتلخبطة، وكأنها اتحفرت تاني بعد ما الجثة اتدفنت. وفورا الأسرة طلبت فتح المقبرة من تاني عشان يطمنوا على جثة بنتهم. وهنا كانت المفاجأة، القبر كان فاضي وجثة بنتهم مش موجودة. والأسرة افتكرت في البداية إن الجثة اتسرقت من الدجالين والسحرة علشان يستخدموها في الأعمال السحر الأسود، والعيلة تواصلت على طول مع شخصيات مهمة في البلد علشان يعرفوا الجثة راحت فين. وأخو البنت بلغ الشرطة فورا باللي حصل. وصلت الشرطة للقرية وبدأوا يحققوا في الواقعة، وأول واحد تم استجوابه هو حارس المقبرة، وده كان راجل عجوز عنده 67 سنة. الحارس قال لهم إن في أخين بيجوا دايما المقابر ومعاهم أدوات حفر وشنط، وأسمائهم محمد عارف 34 سنة ومحمد فرمان علي 37 سنة. فالشرطة استجوبت أهل القرية اللي قريبين من المقابر عن الأخين وقالوا لهم نفس الحكاية. كان اللي مستلم القضية محقق مدني اسمه خوجي، واللي معروف عنه إنه متخصص في جمع الشهود وسماع الشهادات والمساعدة في القضايا اللي من النوع ده. اتأكد الخوجي من إن الأخين هما اللي مسؤولين عن اختفاء الجثة، وده طبقا لشهادة الحارس وأهل المنطقة. وعشان كده الشرطة يوم 4 إبريل بحضور كبار رجال القرية راحوا اقتحموا بيت الأخين واللي موجود في بداية القرية. ولما دخلوا البيت كان محمد عارف نايم في أوضته، وأخوه محمد فرمان مش موجود في البيت، وكمان كان موجود أبوهم وأختهم واللي عندهم اضطرابات عقلية. بعد ما الشرطة فتشت كل البيت قدروا إنهم يلاقوا مفتاح أوضة محمد فرمان واللي كانت مقفولة، وأول لما فتحوا الباب شموا ريحة شوي. لما رجال الشرطة دخلوا جوه الأوضة لقوا في نص الأوضة حلة فيها لحمة مطبوخة بالكاري، وجنبها لوح خشب وفاس جزار وسكينة مطبخ كبيرة، والأكل كان واضح إنه قاعد مدة لأن النمل كان ملموم عليه. ولما فتشت الشرطة الأوضة لقوا تحت سرير محمد فرمان شنط كتير وخيشة كبيرة طلع منها ريحة وحشة جدا. الشرطة حطت الشنط على جنب وفتحوا الخيشة، وهنا كانت المفاجأة، لقوا جثة سيرا، بس الجثة ما كانتش كاملة، كانت من غير رجلين، وكانت الرجلين مقطوعة من تحت الركبة. اتفاجأت الشرطة وأهل القرية وأهل سيرا كانوا مصدومين جدا، وطبعا الشرطة بعتت الحلة اللي فيها اللحمة للمعمل علشان يحللوها، ولقوا ان اللحمة اللي جواها بترجع لجثة سيرا. بعد ما الشرطة دورت اكتر في البيت بدأت تجمع بقايا جثة سيرا واللي كانت موجودة في كذا مكان في البيت ده، غير ان حوش البيت نفسه لقوا فيه عظم وجمجمة الكلب، ولقوا توابيته معدات حفر. لما حفروا في الحوش الشرطة لقت بقايا لجثث بشرية وعظم الأشخاص، وتم تحديد هويتهم بعد كده، وكانوا أشخاص ميتين من مدة كبيرة، ورجعوا الجثث تاني للقبور بتاعتها. بعد كده اتقبض على الأخين، وبعد ما اتقبض عليهم اعترف محمد فرمان انه سرق 5 جثث من مقبرة القرية وأكل لحمتهم، وكان أول مرة يعمل كده في سبتمبر 2010. أول 4 جثث كانت لأطفال، والجثة ال5 لست كبيرة. اعترف انه كان بيطبخ اللحمة ويحطها في الفريزر، ولما يجوع يطلع منها وياكل. واعترف محمد عارف وقال انه كان عارف بتصرفات اخوه، لكنه نفى انه يكون اشترك معاه في اي واحدة فيهم. عرفت الشرطة ان فرمان كان عنده مرض عقلي، وانه عارف كان مدمن على الهيروين. والشرطة كمان قبضت على الاخت وابوهم، لكنهم اطلقوا سراحهم بعد كده لانهم مش متورطين في القضية. بعد ايام من القضية لقوا الاخت غرقانة في مية القناة اللي في القرية، والحادثة خلت كل اهل القرية غضبانين وساخطين على الاخين، وانهم عاوزين الاخين يتشنقوا
وعشان كده الشرطة حطت الأخين في زنزانتين بحراسة أمنية مشددة. اعتراف الأخين كان بيبين قد إيه الفقر والجوع ممكن يخلوا أي بني آدم يتحول لوحش زي ما حصل. محمد فرمان قال إن أبوه قتل أمه وعذبهم زمان وهم صغيرين، بس شهادة أهل القرية بتقول إن الأم ماتت من سوء التغذية، والبعض الآخر قال إنها ماتت أثناء الولادة، وإن العيلة دي كان عندها أرض زراعية كانوا عايشين من خيرها. وقال فرمان إن واحد من الإقطاعيين هناك أخد الأرض منهم بالقوة، وده تسبب في تجويع الأسرة كلها. كان الأب بيعامل ولاده بعنف وضرب وقسوة، وده اللي انعكس على سلوكهم. كانوا كل ما يقولوا لأبوهم إنهم جعانين كان بيقول لهم روحوا كلوا الأعشاب، وكانوا بياكلوها فعلا، بس ما كانتش بتسد جوعهم، وده اللي خلاهم يبدأوا ياكلوا الحيوانات الميتة من غير ما أبوهم يعرف. واتطور الموضوع لأنهم ياكلوا لحم الأطفال الصغيرين الميتين. وكبر الأب وبقى مضطرب عقليا، وبقوا هما الاتنين يضربوه ويطردوه برا البيت، وأهل القرية يصلحوا بينهم ويرجع يعيش معاهم تاني. وده طبعا نتيجة اللي عمله زمان. قال عارف في التحقيقات ان سببه في اكل لحوم البشر ان في ساحر في القرية امره انه يعمل كده، وان ده بيجلب الحظ. الساحر ده كان متهم قبل كده بسرقة جثة بشرية، ولما رجعوا يدوروا عليه تاني ملقوش ليه اي اثر. لحد دلوقتي ما تحددش السبب الحقيقي لانهم ليه كانوا بيعملوا كده، بس الجريمة دي سببت رعب في باكستان كلها، لدرجة ان في مناطق كتير في البلد بدأ فيها مظاهرات واحتجاجات علشان يضغطوا على الحكومة علشان يوقعوا أقصى عقوبة على الأخين. وكمان اتهموا الحكومة بالتغطية على الموضوع، وإن الأخين بيمارسوا أكل لحوم البشر من سنين طويلة مش من سنة زي ما الحكومة قالت. في الوقت ده ما كانش فيه قوانين ضد أكل اللحوم البشرية، وعرضوا الأخين على أطباء نفسيين ولقوهم طبيعيين جدا. والغريب إنه اتحكم على الأخين بالسجن لمدة 2 سنين بس بتهمة تدنيس المقابر والاعتداء على الممتلكات. وفي مايو سنة 2013 أفرجت السلطات عنهم، لكن السكان مسكتوش وولعوا في إطارات السيارات، وابتدت الاحتجاجات في شوارع القرية كلها، وده اللي خلى الشرطة تاخدهم بعيد عن المنطقة كلها. يوم 14 إبريل سنة 2014 بلغ جيران الأخين في بيتهم الجديد إن في ريحة وحشة موجودة في المكان، وعشان الشرطة عارفة ماضي الأخين اقتحمت فورا المكان، فلقوا جمجمة بشرية لطفل عمره 3 سنين، ونفس السيناريو بيتكرر تاني. وراحت الشرطة تدور في القبور بتاعة المنطقة، وخرجت بتصريح صادم، وهو ان في احتمالية ان يكون الاخين سرقوا مئات الجثث واكلوها في الفترة من ساعة ما خرجوا من السجن. المرة دي اتنفذ فيهم اقصى عقوبة، والمدعي العام نفسه قال ان الريحة الكريهة اللي شموها الجيران دي تعتبر عملا ارهابيا، وتمت محاكمتهم بتهمة الارهاب. ويوم 11 يونيو سنة 2014 حكمت المحكمة الباكستانية على الأخين بالسجن لمدة 12 سنة، والمشرعون حطوا قانون يحظر أكل لحوم البشر وعقوبة كبيرة على اللي هيعمل كده. مات عارف في السجن بسبب المرض، وفرمان أفرجت السلطات عنه بعد كده إفراج مبكر وكأنه ما عملش أي حاجة.